نساء. أتذكر سيدي نساء؟ أتذكر قصة حبنا منقوشة في عيون الأطفال؟ أتذكر نساء؟ أتذكر كيف كنت تدرأ عني الأحزان؟ كيف كنت تنزع معطفك لتقيني من برد الأجفان؟ ويوم جئتني بلوحة فنان وقلت اشتهيت أن تلمسها أناملك فتزهر وردا وريحان، ويوم التقينا على شاطئ النسيان وأشعلت سيجارة ونفدت ذاك الدخان، هو لم يكن بالنسبة لك سوى دخان، أما أنا فبنيت منه قصورا وشيدت الجدران. حاولت أن أمسك خيوط الدخان، لكن صدقني ضاعت مني كما تضيع مني أنت الآن. وجاء نيسان مرة أخرى محملا للناس بباقات الحب والإحساس، أما لي فبحب أصبح الآن قصيدة بلا عنوان. عاد سيدي نيسان ليجدني أروي قصتنا للإنس والجان، وأتوهم أنه أصبح لي منك طفلان اثنان، وسنعلمهم ونقص عليهم حكايات النعمان، ونروي لهم قصتنا التي أصبحت في طي الكتمان. دعوني الآن سأحدثكم عن آفة اسمها رنة جوال، تأتي لي في الأحلام توقدني شاردة الفكر والكيان. أتساءل بحرقة أهو الذي يطلبني الآن؟ فتسكتني دموع الأجفان، ويردد الصدى قولي ماذا يفعل الآن؟ هل يفكر مثلي بنيسان؟ وتمر الأيام وتخبرني بنات الخال أنه قرر الهجران، واختار امرأة أخرى من أفيون ومال دجان، لأنه بالطبع لا تناسبه فتاة تعيش بسلام. أحلامها لا تتخطى عتبة الزمان، فهو قد اعتاد الأصفار، فكيف يهوى امرأة تفديه بروحها من الأخطار؟ ألف شكر وسلام، ألف شكر وسلام يا من بعتني الأحزان وجازيتني عن حبي بالخذلان. أتذكر كيف أن عطري كان بالنسبة لك شدا وريحان، وعيناي ياقوتا وزعفران، واليوم بعتني بأبخس الأثمان. كيف لا وقد استبدلت الملائكة بالشيطان، لكن أعدك سأصلي دوما كي تمنحك الحياة السعادة في كل آن. وأؤكد لك سيدي أنه لن تهواك امرأة بقدر ما أهواك، لا في الأرض ولا في